أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال من توضأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني يعني مثله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأه. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست. طيب، الحديث الأول: حمران مولى عثمان ابن عفان، حمران ابن أبان مولى لعثمان ابن عفان، معروف عثمان ابن عفان الصحابي الجليل، وهو ثالث الخلفاء الراشدين. من أول الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وعثمان يسمى يلقب بذي النورين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ببنتيه. من هما؟ رقية وأم كلثوم. عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة، كان رضي الله عنه من أغنياء الصحابة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في غير ما حديث. وأيضا كانت تستحي منه الملائكة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في بيته، فكان بعض رجلي أو فخذي مكشوفة، فأقبل أبو بكر ثم عمر، فلما جاء عثمان جلس النبي صلى الله عليه وسلم وغطى ما كان ظاهر من فخذه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: لماذا؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهو الذي جهز جيش العسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى، من هو؟ حمران ابن أبان مولى عثمان، رأى عثمان دعا بوضوء، أي دعا بماء للوضوء، دعا بوضوء أي دعا بماء للوضوء،
فأفرغ على يديه من إنائه. أفرغ، هذا كما تقدم معنا أنه لا يدخل يده في الإناء إذا استيقظ من نومه في النوم الليل. أفرغ، أخذ الماء ثم أفرغ على يديه أي على كفيه من إنائه فغسلهما 3 مرات. أيضا تقدم معنا أن غسل الكفين قبل الوضوء في غير الاستيقاظ من النوم مستحب. ثم أدخل يمينه في الوضوء، أدخل يده اليمنى في الوضوء أي في الماء الذي يعني جيء به ليتوضأ منه، أدخل يده اليمنى في الوضوء ثم تمضمض، جعل الماء في الفم مع التحريك، هذه هي المضمضة، وأن يجعل الماء في فمه ثم يحركه ويديره في يعني فمه ثم يخرجه. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر بماء كما سيأتي معنا في يعني فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات. جاء يعني سيأتي معنا يعني كيفية المضمضة والاستنشاق. قال ثم غسل وجهه 3. استنشق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من يعني الأنف. ثم غسل وجهه 3، الوجه ما تحصل به المواجهة، هذا هو الوجه، وهو من منبت الشعر. هنا منبت الشعر في العادة في الأصل، لأنه بعضهم ما يكون عنده شعر هنا، صح؟ لا يكون شعر، فمن أين يغسل وجهه؟ من هنا؟ لا، من هنا، من منابت الشعر في الأصل، مفهوم؟ بعضهم يعني ليس عنده شعر في رأسه، فالعلماء يقولون من منابت الشعر الرأس المعتاد، يعني عادة ينبت الشعر هنا، صح؟ فيغسل من هنا. إذا لم يكن عنده شعر إلى هنا الشعر موجود، أما هنا ليس موجود، لا يغسل من هنا، لا، إلى هنا فقط، مكان الشعر المعتاد عند الناس عادة أن الشعر ينبت من هنا، صح؟ أن الشعر ينبت من هنا، فإذن الوجه من هنا، من منابت الشعر إلى يعني الذقن، هذا هو منتهى اللحيين هنا، الذقن سمى الذقن. ومن شحمة الأذن هذا إلى شحمة الأذن، يعني هذه من هنا إلى هنا، من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، يغسله كله، مفهوم؟ لا يغسل شيء، سيأتي معنا يعني زيادة توضيح. قال ويديه إلى المرفقين 3، إلى المرفقين مع هذا المرفق هو الفاصل بين الساعد، هذا الساعد، هذا الكف يسمى، وهذا الرسق الذي يفصل بين الكف والساعد، هذا يسمى ساعد، وهذا مرفق، وهذا عضد. فغسل اليدين مع المرفقين أي مع هذا يغسله حتى يشرع إلى العضد، حتى يشرع يعني هكذا يغسله مع هذا حتى يشرع إلى العضد، لا يغسل إلى هنا، لا، يغسل مع المرفق حتى هذا يغسله إلى هنا، إذن مع حتى يشرع في العضد، حتى يشرع في العضد. قال ثم مسح برأسه، سيأتي معنا يعني كيفية المسح في الحديث الثاني في يعني زيادة توضيح. قال ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال وقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي، نحو أي مثل، بمعنى مثل وضوء هذا، مثل وضوء هذا. ولم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، لا نستطيع أن نكون مثل النبي في الوضوء،
إنما قال نحو وضوئي، أي قريب من وضوئي. قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث، هذه استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، سنة الوضوء، من توضأ في أي وقت. فلذلك جاء عن أبي هريرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إني سمعت قرعا عليك في الجنة، سمعت مشك في الجنة، فماذا عملت؟ أي عمل أرجى؟ قال ما توضأت وضوء في ليل أو نهار إلا صليت بعد ذلك الوضوء ركعتين، فأخذ العلماء من هذا الحديث، ومن هذا الحديث أيضا من حديث أبي هريرة الذي في بلال، قول بلال، ومن هذا الحديث أن هناك سنة للوضوء، من توضأ فيسن له ويستحب له أن يصلي ركعتين. قال لا يحدث فيهما نفسه، يعني المراد به ما تسترسل به النفس في الصلاة، يفكر في الصلاة. قد يفكر العبد، يأتي وسوسة الشيطان لكن يقطع، لا يسترسل في التفكير، أما إذا هجم عليه الوساوس، وهذا يحصل للإنسان، لكن لا يسترسل. ولكن نعوذ بالله من أنفسنا، ما ندري، ما نشعر. لا أقول عن الجميع، أنا أقول عن نفسي، إذا دخلت في الصلاة بعض الأحيان ما أشعر إلا والإمام قد سلم، كأنه الله المستعان. نسأل الله أن يتقبل. قال لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه بيان عظيم أجر سنة الوضوء، وكذلك الوضوء نفسه، للوضوء أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم أو مؤمن يتوضأ ثم يغسل وجهه إلا خرت خطايا من وجهه، خطايا وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. ذكرنا هذا مرة. فبعد ذلك إذا جاء بسنة ما بعد الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا بتور من ماء. من هو؟ عبد الله بن زيد دعا بتور من ماء فتوضأ لهم، توضأ عبد الله بن زيد لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور. هذا تقدم معنا في حديث حمران عن عثمان، يأخذ الماء ثم يغسل يديه. ما معنى اليدين؟ أيوة، المراد بهما الكفين، بالكفين. فيغسل، هذا أولا مستحب إذا لم يكن عند الاستيقاظ من النوم. أما إذا كان عند الاستيقاظ من النوم الليل فإنه واجب. يقول صلى إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور، أدخل يده اليمنى. هذا الذي يستحب أن يأخذ الماء بيده اليمنى لأجل المضمضة. يدخل يده ثم يأخذ الماء في يده في كفه،
فيعني يمضمض ويدخل قليل من الماء في فمه وبقية الماء يستنشق. ويعني المضمضة والاستنشاق، يعني يمضمض ويستنشق. قيل يعني من كف واحدة، مضمض واستنشق من كف واحدة، يعني يجعل الماء ثم يأخذ للمضمضة وللاستنشاق ثم يستنثر. قيل يعني يستنثر باليد اليسرى، قيل يستنثر باليد اليسرى، ولكن لا بأس، لكنه يعني لا بأس أن يمضمض وأن يستنثر بنفس اليد. وحكم المضمضة واجب، حكم المضمضة واجب، هذا هو الصحيح، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأت فمضمض. ولفي الآية أن الله عز وجل قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفم من الوجه، الفم من الوجه. وكذلك الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض عند وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض، ولم ينقل عن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة. والصحيح أن المضمضة واجبة، وكذلك الاستنشاق والاستنثار، لما تقدم معنا في حديث أبي هريرة، صح؟ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليجعل في أنفه ماء. وفي لفظ آخر: فليستنشق. ومن استنشق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينتثر. فهذه الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق وبالاستنثار، فدل على وجوب، والأمر للوجوب، إلا إذا هناك صارف، وليس هناك صارف عن الوجوب دل على أن يعني الاستنشاق والاستنثار واجب، على أن الاستنشاق والاستنثار واجب. وما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ هذا مستحب، يعني المبالغة في المضمضة أن تدخل الماء ثم تبالغ، تكثر من تدويره في فمك، أيوة. والمبالغة في الاستنشاق أن تأخذ الماء بقوة إلى داخل يعني الأنف، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فهذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة يعني كثرة تدويره مع إيصاله إلى يعني الحلق، إلى قريب الحلق، تدخل الماء إلى داخل الفم زيادة، مثل الاستنشاق تدخل إلى داخل الأنف زيادة، إلا أن تكون صائما. ففي الصيام لا تبالغ، لأنه قد يدخل شيء من الماء إلى الجوف، لأنه قد يدخل شيء من الماء إلى الجوف. طيب، قلنا هذا صفة يعني المضمضة والاستنشاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فأكفأ على يديه فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثلاثا يعني بثلاث غرفات، يعني كل مرة يأخذ ثم يضع قليل من الماء ثم يعني في فمه، وقليل من الماء يستنشق به ويستنثر مرة، ثم مرة ثانية يأخذ الماء يضع قليل في فمه ويعني في أنفه ثم ينتثر مرة ثانية، ثم مرة ثالثة يأخذ ماء ويضع في فمه ويدخل في أنفه ثم ينتثر، وكل مرة يخرج. الذي يأخذ للماء أولا يأخذ الماء إلى فمه ثم يستنشق ويمضمض ثم يخرج الماء، ثم المرة الثانية هكذا يمضمض ويستنشق ثم يخرج الماء من أنفه ويتمضمض ويخرج الماء، ثم المرة الثالثة، ثم المرة الثالثة. وقال فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده يدخل يده في يعني ذلك التور، فغسل وجهه 3 مرات. غسل وجهه 3 مرات، يدخل يده ويديه إلى يعني الإناء ثم يأخذ الماء ويغسل وجهه. لابد الغسل قلنا من منابت الشعر إلى يعني ومن هنا إلى هنا، من الأذن إلى الأذن، شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وإلى الذقن، يغسل مرة كامل ثم يغسل مرة ثانية كامل ثم مرة ثالثة كامل. إذا غسل بقي ناقص هنا لا تحتسب مرة، ثم إذا غسل مرة ثانية أكمل، يأخذ قليل هكذا ثم يأخذ مرة ثانية ويكمل. هذه غسلة واحدة تسمى لا تكون غسلتين، لا تعتبر يعني غسلتين، مفهوم؟ إذا أخذ الماء ثم غسل وبقي ثم أخذ مرة ثانية ماء وغسل، أو يأخذ بيد واحدة يغسل ثم مرة ثانية يغسل الوجه من جهة أخرى، هذه غسلة واحدة تعتبر، مفهوم؟ ثم يغسل هذه غسلة ثانية، ثم يغسل ويغسل هذه غسلة ثالثة، مفهوم؟ وهذا كذلك إذا غسل وبقي هنا لم يغسله يأخذ الماء مرة ثانية ويغسل، هذه تعتبر غسلة واحدة، مفهوم؟ أما إذا عم جميع العضو يأخذ الماء جميع العضو، غسل جميع مرة واحدة ثم يعني هكذا مرة ثانية. لكن إذا لم يعم غسل وجهه بقي هنا، أخذ مرة ثانية وغسل وجهه أكمل، هذه مرة واحدة، غسلة واحدة، ثم يغسل مرة ثانية. إذا كان عام هذه تعتبر ثانية ثم الثالثة هكذا، مفهوم؟ لابد أن يعم الغسلة الواحدة تعم جميع الوجه. قال ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفق، غسل مرتين إلى المرفق أي مع، إلى المرفق أي مع، كما تقدم معنا. يغسل يده، يبدأ باليد اليمنى، يغسلها إلى هنا، يغسل إذا أخذ الماء يغسلها كامل إلى هنا غسلة، ثم مرة ثانية إلى هنا، ثم ثالث. إذا أخذ الماء وغسل بقي هنا لم يغسله، أخذ الماء وغسل يده بقي هنا، أو أنه في الحنفية يغسل بقي هنا، يرجع يغسل يكمل، هذه تسمى واحدة. وإن كان غسلها مرتين لكنه في الأولى لم يكمل الغسل، مفهوم؟ هذه تعتبر غسلة واحدة، يعني واحدة، لا بد
من استيعاب، لا بد من استيعاب العضو، أي جميع العضو، فغسلها مرتين. هذا أيضا يعني فيه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أنه يغسل مثلا الوجه واليدين والرجلين. جاء عن ابن مسعود أن النبي توضأ مرة، يعني غسل وجهه مرة واحدة لكن جميع الوجه، وغسل يديه مرة واحدة فقط، وغسل رجليه مرة واحدة. وجاء قال وتوضأ النبي مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرتين، ويديه مرتين، ورجليه مرتين. والأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاث مرات، يغسل وجهه 3 مرات، ويديه 3 مرات، ويعني رجليه 3 مرات. قال ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى غفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية يعني إلى آخر الحديث. يعني مسح الرأس. كيفية مسح الرأس؟ بعد أن يغسل يده اليمنى ثم يغسل يده اليسرى، يأخذ ماء ثم يرمي، ثم يترك الماء، ثم يبدأ بمقدم رأسه يمسح هكذا بيديه حتى يصل إلى الخلف، ثم يرجعها حتى إلى الأمام، ثم يدخل يديه في أذنيه أصبعيه السبابتين، السبابة اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، ثم يمسح بإبهاميه، هذا إبهام ظاهرة أذنيه، هكذا يمسح. فهمتم؟ هكذا من هنا يمسح، من هنا يمسح معا. مفهوم؟ هذا هو مسح الأذنين مع يعني مسح الرأس. لا يغسل الرأس، لا يغسل الرأس، وإنما يمسح رأسه فقط، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم. ويعني هذا في القرآن والسنة. هذا حديث يعني عبد الله بن زيد، وحديث أيضا عثمان بن عفان وغيرها من الأحاديث. فهذا هكذا صفة مسح الرأس، يعمم، لابد يمسح من بداية هنا الشعر، منابت الشعر، حتى يذهب إلى الخلف، ثم يرجع يده ويدخل يعني أصبعيه في أذنيه، أصبعي السبابة في الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. وإذا كان يلبس العمامة مثلا، عمامة مثلي هذه العمامة، أما القلنسوة لا يمسح على القلنسوة. مفهوم؟ لأن القلنسوة سهل خلعها. لماذا المسح على العمامة؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن قال العلماء لأن يعني يصعب إرجاعها سريع، فيجوز المسح على العمامة والاقتصار عليها، يعني تمسح على العمامة فقط، تمسح على العمامة. إذا كان عندك عمامة ما تمسح على الرأس، تمسح على العمامة فقط، هكذا تمسح على العمامة. فهل يعني الآن المسح على العمامة هل يشترط له الطهارة؟ لا يشترط. يعني أنا لبست العمامة وأنا على غير وضوء، ثم جاء أريد أتوضأ، أنا لبست العمامة وأنا على غير وضوء، هل أمسح على العمامة أم لابد أن أخلعها ثم أمسح؟ لا يشترط، امسح على العمامة، لأنها يعني في مقام المسح على الرأس، لأن الرأس الأصل فيه المسح، الأصل فيه المسح. قال
ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. والرجلان قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا، لأن عطف على المنصوب، عطفه على المنصوب. قال الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا، اغسلوا فعل وفاعل، اغسلوا فعل أمر والواو فاعل، وجوهكم مفعول به منصوب، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا وجوهكم وأيديكم معطوف، وجوهكم فاغسلوا وجوهكم هذا مفعول به، وأيديكم معطوف منصوب، إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم هنا مجرور، قال عز وجل: وامسحوا، هنا أمر بالمسح ليس بالغسل. برؤوسكم أي الرأس، يمسح مرة واحدة فقط، لا يجوز أن تكرر، لا يجوز التكرار أكثر من مرة، لا يجوز، لا يجوز أن يمسح الرأس أكثر من مرة. ومن فعل هذا فقد جاء بشيء من البدع، قد جاء ببدعة، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يزاد في المسح. وكذلك في الوضوء على أكثر من ثلاث، لك الوضوء لك أن تتوضأ مرة أو مرتين أو تقاير كما قال علامة ابن عثيمين، يعني تغسل وجهك مرة، وتغسل اليدين مرتين، وتغسل الرجلين 3 مرات، يعني لا بأس هكذا، مفهوم؟ يجوز هذا، تغاير أن تغسل الوجه مثلا 3 مرات، واليدين مرتين، والرجلين 3 مرات، أو يعني يجوز، لكن لا يجوز أن تزيد على 3، تغسل يديك 4 مرات أو وجهك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من البدع، شيء المنهي عنه. فيعني بعد مسح الرأس، يعني مع مسح الرأس مسح الأذنين، مع مسح الرأس مسح الأذنين. وقال: وغسل الرجلين، قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما زلنا في هذا نسينا، وامسحوا برؤوسكم هنا مجرور صح، برؤوسكم. قال وأرجلكم، لم يقول معطوف على رؤوسكم وأرجلكم، لا، قالوا أرجلكم أي معطوف على الغسل، فدل على يعني أن يعني الرجلين تغسلا، فيجب غسلهما فبهذه الآية. وكذلك في الأحاديث التي مرت معنا، حديث عثمان غسل رجليه 3، وحديث يعني عبد الله بن زيد وغسل رجليه، والرجلان تغسلان حتى يشرع العبد في الساق، مع وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين هما العظمان اللذين، هنا القدم، هنا عظم ناتئ وهنا عظم، مفهوم؟ ماذا تسموا العظمان؟ إلى ما فوقه، إلى الساق، لكن لا ترفع إلى نصف الساق، لا، هذا ليس بمشروع، مفهوم؟ الآن الرجل هكذا، هنا عظمان صح، تغسل إلى ما فوقهما، تغسل مع العظمين، لكن لا تغسل إلى نصف الساق. بعض العوام يغسل إلى هنا، بل بعضهم يصل إلى قريب الركبة، عرفتم الركبة؟ يصل إلى قريب الركبة، يغسل ساقه، يقول هذه مبالغة في الوضوء، هذا ليس بمشروع، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فإذا يعني هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني هي واجبات الوضوء وأركان الوضوء ومستحبات الوضوء. يستحب عند الوضوء، ذكر بعض العلماء يعني أنه يستحب أيضا التسمية عند الوضوء، فمن سمى الله عز وجل فهذا لا بأس، يسمى الله عز وجل عند الوضوء فهذا لا بأس. بعض العلماء قال لا يسمي الله، لأن الحديث ضعيف في تسمية، أي قول بسم الله
عند الوضوء، قول بسم الله عند الوضوء. ويستحب غسل الكفين قبل الوضوء إذا لم يكن بعد النوم، بعد يعني القيام من نوم الليل. وأما إذا قام من الليل فإنه يجب عليه غسل الكفين، ولا يجوز له أن يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما، أي يغسل كفيه 3. وهذا يعني وكذلك من يعني يعني مما يتعلق بصفة الوضوء أنه لا يخالف بين بين أعضاء الوضوء، أي أنه مثلا يعني يغسل يديه قبل وجهه. الترتيب واجب، لا يجوز أن تغسل يديك قبل وجهك، أو تمسح رأسك قبل أن تغسل يديك، لا يجوز، لابد بالترتيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه هذا، أولا يعني يتمضمض ويستنشق، هذا من واجبات الوضوء. أما غسل الكفين يعني مستحب، يعني يغسل كفيه فقط، ثم يتمضمض ويستنشق يستنثر، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه ويمسح أذنيه، ثم يغسل يده أو رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. أما مسألة يعني مخالفة الأعضاء في الغسل، تغسل هذا مرة وهذا مرتين فهذا جائز كما تقدم معنا. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. والوضوء عبادة، لأنه يترتب عليها أجر، رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أجر، فإذا لا بد في العبادة من النية، لا بد في العبادة من النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب إن شاء الله مفهوم صفة الوضوء، مفهوم إن شاء الله، مفهوم بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.